السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسماء من قناة مدام هيلثي. اليوم جبت لكم وصفة بقشر البطيخ. راح تتساءل لماذا قشر البطيخ؟ لأن قشر البطيخ فيه أولا الألياف اللي رايحة إذا كليناها راح تنظف القولون اللي عنده مشاكل في القولون. أيضا فيها كمية من البوتاسيوم وفيها حمض اميني واسمه لاسيترولين اللي هو كي يدخل للجسم راح يكون لنا حمض اميني واسمه الارجينين. الارجينين مهم جدا، اولا اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي او تصلب الشرايين او مثلا اعتلال في عضلة القلب، فهذا الحمض الاميني الارجينين راح يساعد في إعادة بناء عضلة القلب، وأيضا يساعد في إعادة بناء الشرايين. إذن اللي عنده ارتفاع ضغط الدم ولا عنده مشاكل في تصلب الشرايين، يعني عنده الكوليسترول مرتفع إلى آخره، أو لا قدر الله كان عنده جلطة دموية، فهذه الوصفة موجهة له. واش راح نديرو؟ راح نستهلكوا قشر البطيخ بهذا الشكل. راح نحيو الجزء الاخضر والجزء الاحمر اللي كنا كليناه. راح نحتاجوا كميه من الملح البحري الخشن، يعني ملح غير مكرر. تقدروا تستعملوا ملح صخري، لكن المهم انه يكون غير مكرر، لاننا في التخمير لازم نسحقوا البكتيريا، وان هنا نحينا القشره، يعني هذا لابارتي تكون ستيريل يعني معقمه. راح نستعملوا بكتيريا طبيعيه اللي راح نحطوا فصين ثوم، نقدر نحطوا ورقه تاع زيتون مثلا، يعني لكم الابداع. وتقدروا تحطوا المنكهات اللي تحبوا، مثلا اليانسون النجمي، تقدروا تحطوا كزبر ايضا، هذو حسب الاختيار. انا كنت قطعت بهذا الشكل. شوفوا نتوما واش تحبوا كيفاش تاكلوا البطيخ او قشر البطيخ تاعنا. سهله جدا. بسم الله حنضيف الملح ونخليها لفتره حتى يطلق الماء تاعو هذاك، وراح نرصو في ان بوكال، يعني قنينه تكون لا هوائيه، كيفاه يكون عندها هذا لو جوان، يعني هذا الماسك يكون مطاطي به ما تدخلناش الهواء. لان كنا درنا من قبل وصفه الشمندر، قلنا لازم التخمير لازم تكون بكتيريا لا هوائيه وايضا لا ضوئيه. يسمى كي نحطوه لهنا ونخلصو لازم نشوفوا باللي الكميه اللي حطيناها تاع الخضر او قشر البطيخ او اي شيء حيتخمر يكون ماهوش داخل فيه الهواء، يعني تكون فراغات مسدوده تماما. كاينين اللي يستعملوا المياه. اذا استعملنا المياه في هذه الوصفه لازم نستعملوا ماء معبأ او ماء صنبور يكون مغلى باش نحيو منه الكلور. بعد نصف ساعه راح يطلق الماء تاعو ونولي لكم. اذا لهنا بعد حوالي نصف ساعه. شوفوا التحضير اللي قمنا به كيفاه ولا خرج المياه. سهل جدا. حنا نجيبوا الاناء اللي راح نديرو فيه، نغسلوه. ماشي شرط يكون معقم، الافضل الا يكون معقم. حين نحطوا الثوم في قاع الاناء ونحطوا قشور البطيخ. هذه الوصفه راح تزيد من كميه الفيتامين سي، وايضا راح يكون فيها لي بروبيوتيك، يعني البكتيريا النافعه للامعاء. يعني هذه البكتيريا النافعه ننصح بها من كان يتناول مضادات حيويه، لان المضادات الحيويه كما تقتل البكتيريا الضاره راح تقتل البكتيريا النافعه ايضا. اللي عنده اسهال مزمن، اللي عنده امساك مزمن، ايضا اللي عنده مشاكل تاع القولون العصبي، فقط اللي عنده سيبو او بكتيريا اوفر جروث، يعني اللي عنده
البكتيريا الزائدة في الأمعاء اللي يكون بعد الأكل طول يجيه انتفاخ، هذاك لا أنصحه بهذه الوصفة، أو بأخذ الحوايج اللي فيهم البروبيوتيك، لأنه أصلا عنده بكتيريا زائدة. بالعكس اللي عنده الكانديدا زائدة في الأمعاء، مليح ليه يعني يتناول البروبيوتيك، أي البكتيريا اللي النافعة للأمعاء. هذه البكتيريا النافعة للأمعاء راح تزيد لنا أيضا المناعة. إذا كل حاجة مخمرة راح يكون فيها بروبيوتيك، يعني بكتيريا نافعة راح تكون فيها تزيد لنا المناعة. أيضا راح يكون فيها كمية لا بأس بها من الفيتامين سي، لأنها الفيتامين سي ذيك راح تنتجها طبعا البكتيريا. وخاصة هذه الوصفة اللي فيها قشر البطيخ راح يكون فيها ألياف، ايضا فيها حيكون فيها البوتاسيوم، وحيكون فيها قلنا الحمض الاميني الاساسي اللي يتحول لنا الى ارجينين. اذا هذه الوصفه مليحه لاصحاب ضغط الدم الدموي او ضغط الدم المرتفع، لتصلب الشرايين، اللي عندهم تشحم او كبد دهني، اللي يديروا الرياضه وبعد الرياضه يكون عندهم شد عضلي او آلام في العضلات. أيضا اللي عندهم ضعف في الخصوبة، حتزيد كمية الحيوانات المنوية عند الرجال، خاصة أن في المنطقة اللي نخدم فيها عندهم بزاف لو سندروم ميتابوليك، أي متلازمة الأيض. هذه الوصفة راح تساعدهم. اذا اللي عندهم تشحم الكبدي، وايضا لهنا عندهم بزاف ضعف الخصوبه للجنسين، نتمنى هذه الوصفه راح تساعدهم. اذا وفرنا وسط لا هوائي سكرنا عليه مليح، وسط لا ضوئي. هذه الوصفه اذا كنا في فصل الصيف راح في يومين توجد، اذا كنا في فصل بارد من اسبوع الى اسبوعين راح توجد. كيف نفيقوا باللي وجدت؟ راح نشوفوا باللي كاين فقاعات في الهواء الداخل لهنا في داخل التحذير هكذا، كي ندنقوا هكذا نلقاو فقاعات هوائيه. وايضا كي نكونوا رايحين نحلوا البوكال تاعنا او الاناء راح نسمعوا طرطقه اللي هو غاز CO2. من الافضل انكم اذا تقدروا تملاو الاناء تقريبا وتخليوا فقط 2 سنتيمتر يعني للهواء، لان نحاولوا نوفروا وسط لا هوائي. ان هذه هي الكميه اللي كانت عندي فقط، مانيش راح نحل عليها، راح من بعد ايضا راح نزيد نرصها يوما بعد يوم، راح نضيف لها كميه من زيت الزيتون بهكذا نولي ما نسمحش للهواء باش يعاود يدخل. دمتم بصحة وعافية، إلى وصفة أخرى. باي باي، سلام.